ساكنات مدينة تطوان أمام الفاجعة والكارثة الإنسانية التي وقعت البارحة. قررت أن أقوم بهذا الفيديو أولا لأتقدم باسمي وباسم كافة مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر بأحر التعازي والمواساة لعائلات وأسرة الفقيدين الطفلين الملاكين الشهيدين، وأن أتقدم بنفس عبارات المواساة والتعازي لأبناء حي الملاح البالي والمدينة العتيقة ساكنة تطوان اللي أصبحت اليوم مكلومة على فقيدين أبرياء لا ذنب لهما سوى أنهما كانا يقطنان في منزل مهدد بالسقوط في ظل جماعة ومسؤولين لم يكترثا نهائيا لا لنداءات الساكنة ولا لطلبات الاستغاثة ولا لشكايات الناس والمواطنين. لهذا قررت أولا بصفتي مسؤول سياسي وابن هذه المدينة على أن أقوم بالواجب. هذا الواجب هو على الأقل صياغة بلاغ لتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة. في هذا البلاغ وبعد مناقشة طويلة مع القيادات المحلية بمدينة تطوان في إطار التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بتطوان، ولا في إطار مجموعة من القيادات الوطنية والجهوية المنتمين إلى المنطقة، اعتبرنا على أن ما وقع ليس مجرد حادثة عابرة، وإنما هو جريمة مكتملة الأركان، جريمة تتحمل فيها جماعة تطوان والمسؤولين السياسيين كامل المسؤولية. لهذا كان البلاغ يبتدئ بآية قرآنية كريمة تحمل العديد من الدلالات. يقول تعالى في كتابه العزيز: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. هذه جريمة قتل. هل هو قتل عمدي أم غير عمدي؟ هذا كيبقى للنيابة العامة صلاحيته واختصاص تكييفه بعد تحقيق دقيق، ولكن على الأقل هذه جريمة عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر. علاش عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر؟ لأن احنا في الحزب المغربي الحر تنسيقية تطوان هذه أكثر من سنة، ونحن نتبنى هذا ملف الديور الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة ووسط المدينة، لأننا اعتبرنا أن هذا الملف هو من أولى الأولويات. أولا لارتباطه بالأرواح ديال الناس، واللي ما كاينش شي حاجة أكبر منا. ثانيا لارتباطه بتاريخ الناس وتاريخ المدينة. ثالثا لارتباطه بالتراث الثقافي والتراث المادي واللامادي للمدينة. رابعا لارتباطه بهوية المدينة. خامسا لارتباطه بالتعلق الوجداني للساكنة بهذا الجدران وهذه المساكن اللي اليوم كتطيح واللي كل واحدة كتحمل فيها آلاف السنين من التاريخ المدينة. لذلك اعتبرنا هذا الملف من أهم الملفات، فقمنا بأكثر من 20 زيارة ميدانية. هذا الشيء مسجل بفيديوهات شافوها مئات الآلاف من ساكنة المدينة وعبر ربوع المملكة. عشرات الشكايات الموجهة إلى جماعة تطوان عن طريق البريد المضمون شكايات رسمية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الناس، والنتيجة لا حياة لمن تنادي.
لا تدخل، لا أي إشارة من أجل إنقاذ هاد الناس على الأقل، بالإضافة إلى واحد الامتناع غريب، واحد الامتناع يعني متشدد مع الساكنة اللي باغا هي تحمل مسؤولية الإصلاح ديال المنازل ديالها المهددة. الناس كطيح عليها الشتا، كيطيحوا لها السقف ديالها، الديور يعني قاب قوسين من الانهيار، وكيقول لك لا، ممنوع الإصلاح. علاش؟ لا جواب. علاش؟ ما هو السبب ما تخليش الناس تصلح؟ يعني ما تجي تصلح لهم، ما تعطيهم دعم يمشيو من جهة أخرى، ما تهزهم وتنقلهم رئيس الجماعة إلى مكان آخر آمن، ما تعطيهم رخصة الإصلاح. وعلاش؟ والنتيجة هي أنه اليوم هادشي اللي كنا كنقولوه دائما، أنقذوا الناس، أنقذوا الأطفال، ها حنا طيحنا فيه. شكون غيرد لنا هاد الأطفال؟ شكون غيتحمل اليوم مسؤولية ما وقع؟ وعلاش كل هذا؟ علاش؟ علاش مدينة سالمة مسالمة، أهلها مسالمين طيبين، يوقع فيهم هذا الظلم هذا؟ ما هما في فلسطين، ما هما في غزة، ما هما وكيوقع هذه الكوارث هذه؟ علاش؟ واللي كان ممكن أن لا تقع. هذا فعلا قضاء الله، ولكن هذا سببه التقصير والإهمال العمدي لجماعة تطوان وإلى مسؤوليها المنتخبين على هذا الشأن ديال المعمار وهذا الشأن ديال العقار. كان ممكن أن لا تقع الحادثة بالتدخل بسيط من الجماعة، إما بالترخيص لهاد الناس يصلحوا الدار ديالهم، أو إذا ما كانش الترخيص ممكن تهزهم وديهم شي مكان آمن، أو أي شيء. وخا كانوا كيطيحوا الديور يعني لا حياة، باش تعرف على أن الجريمة شبه عمدية. طاحت البلدية وكانوا الموظفين على وشك الموت لا قدر الله، لا حياة لمن تدادي، لا تحرك باستثناء السلطات مشكورة. طاحوا الديور في المدينة جراء الأمطار وما مات حتى واحد، صافي ما كاينش الدم، ما كاين والو. وبالتالي الله يا ودي، اللهم هذا منكر. اليوم خصكم تحملوا المسؤولية ديالكم، مسؤولية جنائية ومسؤولية إدارية ومسؤولية سياسية وأخلاقية عما جرى. ما يمكنش هادشي يمر مرور الكرام أبدا، أبدا لن يمر مرور الكرام، وأقسم على ذلك، أقسم على ذلك، والله ما نخليوها تجوز هادي. أن ما يمكنش هاد الدرجة ديال الإجرام أن نصل إليها إلى هذا الحد، أننا نشوفوا فلذات الكبد ديالنا مقطعين طراف وحنا ساكتين. لذلك أولا أشكر السلطات على إلغاء المهرجانات والاحتفالات في تطوان، وهذه بادرة طيبة، ولكن يجب التفاعل اليوم. أول شيء نطالب به هو تدخل النيابة العامة ورئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق دقيق عن سبب هذا الإهمال العمدي، وعن عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، خصوصا أننا قدمنا ملفات كتعلق بهذا الخطر اللي كيتعلق مرتبط بساكنة المدينة العتيقة، وخصوصا أن هناك انهيارات متوالية اليوم، ماشي غير بناية أو جوج مهددين، راه مصنفين مئات البنايات أحياء بكاملها. لذلك التدخل واجب لفتح تحقيق نزيه وترتيب المسؤوليات وعدم الإفلات من العقاب. هذه واحد. وفي هذا الإطار في هذا الأسبوع اللجنة القانونية بالحزب المغربي الحر معتكفة انطلاقا من اليوم على تقديم شكاية ضد الجماعة ومسؤوليها في هذا الموضوع.
ثانيا، هذا فيما يتعلق بالمسؤولية القضائية والجنائية. النيابة العامة مسؤولة عن فتح تحقيق بدون شكاية، وحتى إن ترددت فإن الشكاية غتكون في هذا الأسبوع. ثاني مسألة هي المسؤولية الإدارية. المسؤولية الإدارية، لذلك نطالب السلطات المحلية إلى فتح تحقيق إداري، أولا في مسألتين اثنين. المسألة الأولى هي في الخروقات اللي كيقوموا بها بعض يعني مقدمي السلطة في هذه الأحياء العتيقة. ماذا يقع؟ لماذا يمنع الناس من الإصلاح وهم مهددون بالترياب بأن يطيح عليهم؟ لماذا الخروقات التي واكبت إصلاح المدينة العتيقة وترميمها؟ لأن يقال على أن الملايير وجهت إلى هذه المشاريع ودون أي نتيجة. النتيجة هي وفاة طفلين. تحقيق إداري فيما يقع وترتيب المسؤوليات. ثالثا، باعتبار السلطة سلطة وصاية ورقابة على الجماعة، خصهم يجاوبون الجماعة علاش لم تتفاعل مع شكايات الناس، ولم تتفاعل مع طلبات رخص الناس، ولم تتفاعل مع شكايات الحزب المغربي الحر موجهة إلى رئيس الجماعة من أجل التدخل. اليوم ما كاين حتى واحد غيتخبع. خاص تحميل المسؤولية، وأرواح الأطفال لن تذهب سدى. هادشي خصو يتعالج، والناس خصنا نقدوهم، والساكنة القديمة خصها تعاود، وكل شيء خصو يتعاود حماية لأرواح الناس مع الحفاظ على هويات هذه المدينة وتاريخها، لأن ما نسمعه اليوم تشيب له الولدان. اليوم كاين إشاعات تقول على أن هذا الشيء عمدي كتعملوا الجماعة لأنك تهيأ الظروف باش تمحي التاريخ هذه المدينة الأندلسي الإسلامي من أجل يجيو شي ضيوف جدادين. كاين اللي كيقول بأن هذه المناطق عملت عينا فيهم شي جهات أجنبية وباغا تعاودهم وتعمل لهم رياضات سياحية، ودابا هاد الناس هادو خصهم يتكركبوا على برا. كاين اللي كيقول بأن الهوية الأندلسية الإسلامية ما عجباش شي ناس، دابا خصنا نبدلوها. كل واحد اش كيقول في ظل صمت الجماعة، وفي ظل أي تدخل، وفي ظل امتناع غريب، امتناع كيحمل آلاف الأسئلة. لماذا كل هذا؟ البلدية كطيح، المحطة كطيح، أحياء كيطيحوا، أموات، ولا حياة لمن تنادي ولا تدخل. إذن كاينه شي حاجة تهيأ لهذه المدينة، ماشي هي هذيك. وحنا ماشي هما فلسطين، حنا مغاربة أبناء هذه المدينة، بنيناها، بناوها الأجداد ديالنا الأندلسيين المسلمين، بناوها وغنحافظوا عليها وغنبقاو فيها. لذلك فخصنا تحيدوا على الناس هاد الشكوك وهاد الشبهات التي تستغل من العديد من الجهات في ظل هذا الصمت، وخص التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإنقاذ الناس، وحتى لا يتكرر ما جرى. ثالثا، المسؤولية السياسية والأخلاقية. راه في الدول التي تحترم نفسها، نهار اللي غار شي مسؤول سياسي كيسيبوا عليه الطماطم في الدول الغربية، واللي إسبانيا قريبة لنا ب9 كيلومترات، يقدم استقالته. اليوم رئيس الجماعة، المنتخبون، السي الطالبي، رئيس البرلمان المغربي، السي العربي أحنين، البام اللي كان الوزير البارح، كلكم 5 البرلمانيين ورئيس جماعة كينتميوا لحزب الأحرار، الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، يعني الأحزاب كاملة.
البارح كنتو كتصوروا في هذاك النشاط ديال البارح. اذا هادشي كتجيو له نتوما الاولين. ديك الحفله تطوان عاصمه المتوسط، العاصمه الثقافيه، البارح كنتو كاملين. الحمد لله اللي ما وجهتوا لي شي دعوه، لانه اولا انا ما نحضرش معكم لان انا ضدكم. ثانيا الحمد لله اللي ما جيتش نشهد على هاد الشيء هذا. مدينه تصنف عاصمه الثقافه المتوسطيه، وهي ثقافتها وتاريخها يباد امام اعينكم. اذا خصكم تحملوا مسؤوليه. اقل ما يمكن ان تقوموا به هو تخرجوا باعتذار للناس، للشهداء، للارواح، للامهات، للتكلى، للمواطنين، لابناء هذه الاحياء المدينه العتيقه، لابناء الساكنه المهددين بالزوال وبالموت، واللي كل يوم كيعيشوا الرعب وهما كيتغطوا مع وليداتهم كل ليله. تشوف يصبحوا تشوف ما يصبحوش. شنو عملتوا في الحفلات البارح؟ نتوما الاولين، اليوم ساكتين بحال اللي ما كاينينش. خرجوا قولوا شنو عملتوا، شنو غادي عملوا، شنو ممكن تساهموا به. يلا. ولكن كذلك كل مواطن اليوم من أبناء ساكنة تطوان كان مشى صوت على هاد الناس عن طريق 200 درهم أو 300 أو 500، خصو يستغفر الله، لأن نتيجة هاد التصويت عن طريق المال، التصويت عن طريق المال، هذه هي النتيجة ديالو. خصو يستغفر لأنه مشارك في ذنب وفاة هاد الطفلين. لأن لو كانوا عندنا مسؤولين نزهاء ما كنا نصل إلى هذا الشيء اللي وصلنا له. لو عندنا مسؤولين يتفاعلون مع الناس بضمير ما كناش نوصلوا لهذا الشيء. لذلك أي واحد ساهم أن هاد الناس يوصلوا لمركز القرار فهو مساهم فيها فيما وقع. كذلك احنا اليوم أولا نناشد السلطات، لأن هي الأمل الوحيد، أن تحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه، وأن تجمد أنشطة هذه الجماعة. ثانيا اليوم التنسيقية الإقليمية لحزب تطوان عاملة خلية أزمة، وتمد يدها إلى كافة الأخيار وكافة أبناء المدينة وكافة شبابها ونسائها وطلابها، وكل واحد عنده غيرة على أرواح هذه المدينة وعلى تاريخها وعلى هويتها، أنه يعمل يده في يدنا. والسيد المنسق الإقليمي الأخ محمد الخطابي فتح خلية أزمة وخلية تنسيق مع كافة الفعاليات والمواطنات والمواطنين للتواصل معه، للتفكير في الإجراءات النضالية والخطوات النضالية اللي يمكن نقوم بها جميعا في إطار القانون. ويرجو الاتصال به على الرقم 0662 86 60 30. أعيد 0662 86 60 30. ونحن نرحب بكافة الأفكار وكافة الفعاليات اللي ممكن أنها تساهم في إنقاذ هذه المدينة من انهيار تام. كذلك اليوم مبادرة سنعلن عن انطلاقها في الأيام المقبلة بعد التقدم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة. كاينة عريضة سيتم التوقيع عليها من طرف ساكنة المدينة، موجهة إلى أمير المؤمنين حفظه الله، باعتبار أن هذه المدينة تحظى لديه بواحد العناية خاصة، بواحد العطف خاص، بواحد المحبة خاصة.
أن نلتمس من جلالته أن يتدخل أولا لترتيب المسؤوليات عما حدث وفتح تحقيقات فيما يجري في هذه المدينة، وكذلك التدخل المولوي السامي لإنقاذ تاريخ وهوية هذه المدينة وإنقاذ بنايتها وإنقاذ أرواح ساكنتها الذين يعدون بالآلاف في وسط المدينة وفي المدينة العتيقة. أرجو من الناس ومن المسؤولين اليوم أمام هذا الروحين البريئين أنهم نوقفوا وقفة رجل واحد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المدينة، لأن الوضع خطير وخطير جدا ويزداد خطورة على هذه الساكنة وعلى تاريخها وعلى هوية المدينة وعلى مستقبلها وحاضرها.